السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. عملت الكفتة الشاورما وطلعت حلوة جدا، ويلا بينا نشوف الطريقة. هنا معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا بصلتين كبار او 3 بصلات كبار، وقرنين فلفل كوبي اللي هو الفلفل الحلو، وقرن فلفل سبايسي. تمام. ومعايا حزمة من الشبت، ومعايا البهارات بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ملح، كمون، فلفل اسمر، بهارات لحمة. تمام كده. تمام كده. شايفين اهي البهارات زي ما انا قلت لكم اهو. خدت البصل والفلفل الكوبي، ضربتهم في الكبة حلو جدا لغاية ما فرمتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه، وحطيتهم كده مع الشبت واللحمة المفرومة والبهارات. هبتدي بقى اسمخ كل ده كده مع بعضه واقلبه كويس جدا. طبعا ايدي مغسولة حلوة قوي. لازم كده اللحمة والبصل طبعا في ناس بتحط بقدونس، بس انا حبيت ان انا اعملها بالشبت بس كان طعمها حلو قوي. خلطت كده كل المقادير مع بعض. ده ربع كيلو لحمة مفرومة عمل معايا كمية حلوة قوي من الكفتة. هبتدي كده اشكلها زي ما انتوا حابين وزي ما انتوا عايزين. انا ابتديت اشكلها كده صوابع وكور زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بجد ريحتها وطعمها حلو جدا، انا اول مرة اعملها على فكرة. جبت بقى كده ايه الصينية بتاعتي على النار، وحطيت فيها معلقة من السمنة، وهنزل عليها بحتة صغيرة كده من البصل والفلفل الكوبي اللي انا كنت فرموهم للحمة. هبتدي اشوحهم تشويحة بسيطة. اول ما تبتدي البصل ريحتها تطلع، هبتدي انزل بالكفتة. انزل بقى بالكفتة كده بتاعتي كلها، كل الكمية. وهنا كنت بوريكم الربع كيلو عمل معايا قد ايه. ومقطعة كمان بصل شرايح وطماطم شرايح وفلفل حلو مقطعه برضو شرايح. تمام. عايزه بقى تحطي فلفل سبايسي براحتك، بس عشان في اطفال كده اكتفيت بالسبايسي اللي انا حطاه في الكفته. نزلت كده بالكفته لحد ما خدت الصدمه مع السمنه والبصل. وابتديت ان انا احط تتبيله الشاورما على الكفته. اول ما خدت اتشربت الكفتة بتاعتي التوابل، واتشربت الصوص اللي نزل منها، طفيت عليها ودخلتها الفرن. زي ما انتوا شايفين كده طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طلعت حلوة قوي وريحتها فظيعة. عملت جنبها شوية مكرونة كده بالصلصة، وعملت شوية سلطة. ولو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسونيش باللايك والكومنت والاشتراك في القناة. لا تنسوا، اوعى تنسوا اللايك. تمام كده. ويا رب السفرة بتاعتي تكون عجبتكم. هي بسيطة وحلوة وسهلة، وطريقة الكفتة دي بجد حلوة قوي، هتنفعكم برضو. طريقة حلوة كده وجديدة شوية غير الطريقة اللي احنا عارفينها. تمام. تنسوش اللايك والكومنت الحلو اللي بيشجعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.